اوكي، في الفيديو اللي فات حكيت لكم عن قصتي مع وحوش ماينكرافت وازاي قابلتهم اول مره يعني واتعاملت معاهم. جاي النهارده اقول لكم على حكايتي واكمل حكايتي يعني في الجزء الثاني. ما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا نبدا. الفيليجر، لا وانا اول ما شفت يعني ما اتخضيتش كتير، يعني انا اصلا مواجه سكيلتون عادي وسكيلتون في الميه وسكيلتون في كل حته، سكيلتون مستنقع في التلج مواجه في كل النواحي. والفيليجر يعني هو اللي هيجي يوقفني. زائد ضيف يعني عندك معلومه ان الكروس بو يعني بيعمل ريلود بشكل ابطأ بكتير. اما بالبو عمروني. البريز، لا هو انا ما قابلتوش قبل كده في العالم السرفايفل بتاعي، ولكن دخلت تحت سيرفرات يعني بتاعت ماينكرافت وقابلت واحد صاحبي يعني هناك، فهو كان لابس فول ارم دايموند ونازل يواجه البريز، وحرفيا اتفشخ منه. لكن انا كنت لابس فول ارم ايرون، وعشان انا طبعا حريف يعني مفيش مني اتنين، مسكت فشخت منهم اتنين حرفيا، يعني اتنين بريز واقفين قدامي فشختهم حرفيا. وده يثبت لنا يا سيدي ان انا عظمه مجنحه مفيش مني اتنين حرفيا. انا لما طلعت ما فيش حد واقف قدامي انا على اخري، انا على اخري. غير زومبي تقريبا هو اللي وقفني. وبمناسبة الزومبي جاي احكي لكم النهارده عن الزومبي الصحراء والزومبي بتاع المية. الزومبي بتاع المية حرفيا لما رمى عليا تريدت، انا ما خفتش منه. يعني هو توقعت لما اترمت على الارض فكرت ان انا لما احفر كأي نوب طبيعي، يعني لما اجي احفر بلوكة تحتها بالظبط هتقع وتبقى ليا يعني. ولكن الحمد لله ما حصلش اي حاجة ومت منه عادي جدا. اما زومبي الصحراء، انا فاكر اول مره قابلته ورحت في قريه بتاعت الصحراء، وعارفين بالليل هجم علينا الزومبي بتاع الصحراء ده. فضلت الف حوالين القريه حرفيا زي الهبل، قعدت الف والزومبي عمال بيلف ورايا لحد ما الشمس اشرقت بنورها. ولكن توقعت ان هو هيتحرق والحاجات دي، لكن طلع لا، وعكس كل ده ويقاوم الشمس. انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ نخش بقى في عالمنا الجميل النذر. النذر يعني الصراحة، والكائن أكتر كائن أنا بحتقر منهم كلهم هو البيجلين الوحش. لأن حرفيا الكائن ده حتى لو لبست برود جولد أو أي حاجة حرفيا مش هيرحمك. خد فوق كل ده أصلا معاه أدوات جولد، يعني أصلا معروف أصلا في ماينكرافت إن أدوات الجولد مش بيستحمل، هي قوية أو مش بيستحمل، يعني شافل بيج أكس سيف كل ده مش بيستحمل، مش بياخد. يا أخي حتى السيف الخشب بيستحمل أكتر من سيف الجولد حتى. يعني حاجة مش عارف اقول ايه الصراحه. لكن انا واجهته حرفيا حرفيا بعد دخلت واحد منهم لقيت في اتنين ورايا. حرفيا انا لما قابلت الستراكشر بتاعهم حرفيا انا اتعصبت عليهم جامد. وخد فوق كل ده بقى لما واجهت واحد منهم بقى وخلاص حاولت اهرب منه ونطيت لقيت نفسي نطيت في اللافا. يعني حاجه مضحكه الصراحه. يعني ننقل بقى في القلعه بتاعتنا. طبعا اي لاعب ماينكرافت طبيعي هيخش القلعه عشان يجيب البيزروت عشان يعمل ويحطها مع عين الاندرمان عشان يعمل عين الاندر عشان يعرف يخش يختم اللعبه طبيعي. لما عرفت بقى المعلومه ان البليز بيشوف على بعد 42 بلوك اكتر من الزومبي، والزومبي على فكره المعلومه هو بيشوف على بعد 40 بلوك، البليز 42. فالبليز ده انا نزلت حرفيا، انا نزلت اكتر من 3 مرات في احد السيرفرات برضو يعني. البليز ده موتني فشخني حرفيا، وما اعرفش افشخه قبل كده غير يعني من مستخدم اخويا. يعني اخويا اللي ساعدني عرفني الطريقه لو السبونر بتاعهم يعني مقفول من فوق اعرف ازاي اقتله، والحمد لله انا عرفت اقتلهم واخد منهم البريز رود بتاعتهم. بس حرفيا ده كان من احقر الكائنات اللي قابلتها طول حياتي. ننقل بقى الحاجه اللي بعدها وهو ويذر سكيلتون. ده حرفيا من احقر المخلوقات اللي قابلتها. يعني هو مش سكيلتون عادي بيحدف، لا لا لا، هو معاه سيف وكمان بيأثر على اللوب بتاعك وبيعمل دامج رهيب. حاجه بتموت الصراحه. انا حرفيا اتعصبت ساعتها وموت اكتر يعني تقريبا ما اعرفش اقتله غير واحد او اتنين تلاته. وهي سير الرساله بقى بيوجعني حاجه مفيده، هو وجعني العظم وكمان الفحم. يعني مثلا النسبه بدل النادر اساسا ان هو يوقع لك الراس بتاعته عشان تعرف تعمل الوزر بوس. وطبعا الوزر بوس ده مش محتاجين نتكلم عليه يعني طبعا يعني. وبس ده الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش لايك سبسكرايب وبس، سلام.